السلام عليكم. كان في ناس سألتني ازاي اجيب افكار في الماركتينج، او ازاي اصلا عندي فكرة ومش عارف، عندي بيجي ومش عارف اطلع له افكار، عندي كونتنت مش عارف اطلع له افكار. ازاي اصلا افكر بشكل ماركتينج؟ يعني ايه هي الافكار؟ يعني ازاي تجي الافكار وخليني ابقى انا بفكر بشكل ماركتير؟ فانا هتكلم عن النقطة دي في 5 خطوات. في 4 خطوات. اول خطوة معايا ان انا بشوف حالات تسويقيه. يعني ايه حالات تسويقيه؟ انا عندي مثلا اروح مثلا لستيف جوبز، اشوف الراجل ده كان لما بيجي يسوق ليه الكيان بتاعه كان بيسوق له ازاي. عندي مثلا بيل جيتس نفس القصه. فاشوف الناس اللي هي اللي مسابقانا بره، واشوف هما كانوا بيفكروا ازاي في الافكار التسويقيه، ودي هنلاقي لها كتير جدا جدا على الانترنت. فكمان اشوف البراندات، اشوف البراند ده لما بدأ يعمل فكرة تسويقية، بدأ يبدأ يعني لما بدأ في الفكرة أو بدأت كتسويق، بدأ ازاي، ايه هي الأفكار اللي كان عاملها بشكل حلو جدا. ايه هي يعني فكر ازاي في الفكرة بتاعته، فكر ازاي في المنتج بتاعه أو الخدمة بتاعته. فانت لازم تشوف تدرس كل الحالات التسويقية، سي للبراندات أو حتى للأشخاص الناجحة في المجال ده. بعد كده معايا، لو انت بقى معاك تيم طبعا او معاكش تيم. طب انا معايا تيم بقى طبعا، بنقعد في قعدة عصف ذهني كده، نقعد كل واحد يقول فكرة، كل واحد يقول مقترح، من خلالها نقدر نطلع بفكرة. طب انا معيش تيم، والله بروح اشوف مثلا اصدقائي، اشوف مثلا اصدقائي، اشوف مثلا اشوف قرايبي، اشوف معارفي. والله ايه رايك مثلا في كذا؟ ايه رايك لو حبيت مثلا عاوز اكتب مثلا في وليكن في الحاجه الخاصه بيه، منتج مثلا خاص مثلا المنتجات الغذائية، عاوز اكتب مثلا في براند الاكسسوارز. ايه رأيك؟ ايه النوع اللي انا ممكن اوصل الفكرة دي ازاي للناس؟ ازاي اعمل براند بيها؟ ازاي ان انا ابيع بيها؟ اقعد اسأل الناس في كل حاجة او كل هدف انا حاطه، واشوف مردود الناس هتقول لي ايه. ده لو انا ما عنديش تيم. لو عندي طبعا تيم، بنقعد بقى بنقسم مع بعض القعدة بتاعة العصف الذهني، نقعد كل واحد يقول فكرة، ومن خلال الفكرة طبعا بتتكتب، ونشوف هل دي ينفع تتعمل ولا مش ينفع تتعمل. طيب ايه اللي بعد كده معايا؟ ان انا اقرا كتير، وخصوصا اقرا في كتب الماركتنج، او اقرا في الحاجة، يعني في الكتب اللي بيبقى فيها نوع من انواع الطرق الابداعيه. اسمه في كتاب، كنت بصدر الكتب، كنت دايما بنصح بيها، في كتاب اللي هو اسمه عبقرية الإبداع. في كتاب اسمه كيف تؤثر، ده جو أوين. ده كتاب برضه هايل جدا. الكتاب دي بتديك بعض الافكار في حتة ان انت تطلع فكرة ما تسويقية، تفكر ان انت ازاي يعني تجذب الناس ليك ببعض الطرق الابداعية. كل الكلام ده طبعا مهم ليك جدا انت كماركتير. تمام. وطبعا مش هوصيك ان انت تقرا في كتب التسويق. تمام. كل كتاب بيبقى خاص بالتسويق تقرا فيه. طيب ايه التاني اللي معايا؟ اتابع الناس او المنافسين بتوعي في الحتة دي. اتابع الناس اللي هي بتقدم الماركتنج ده، اشوف امسك الكونتنت، المحتوى بتاعهم، واحلله، واشوف هو هدف ايه كل حاجة. يعني كل كونتنت بينزلوهم هدفهم ايه فيه، والله كل فكرة هم بيعملوها هم هدفهم ايه فيها. تمام. فكل دي اقدر ان انا اطلع بفكرة، او ان انا ازاي اجيب افكار. يعني السؤال، يعني انا كان لما بتسألي ازاي اجيب افكار، فالموضوع يا جماعة بسيط، مش صعب.